رأفت الهجان اسمه ارتبط بالجاسوسية، وهل فعلا كان عميل مزدوج زي ما اسرائيل قالت ولا لا؟ يلا نشوف ايه الحكاية. بس الاول ما تنساش اللايك والسبسكرايب ويلا بينا. مبدئيا كده مفيش حد اسمه رأفت الهجان. رأفت الهجان ده هناك في المسلسل، انما الجاسوس الحقيقي كان اسمه رفعت الجمال. فننسى كل اللي حصل في المسلسل وانا هقول لكم ايه الحكاية. اسمه الحقيقي رفعت علي سليمان الجمال، مواليد 1927. اتولد في محافظة دمياط. ابوه كان تاجر فحم كبير بس توفى سنة 1936. كان عنده 3 اخوات، نزيهة وسامي ولبيب. وبعد موت ابوه اتنقلوا للقاهرة عشان يعيشوا هناك. ورفعت اخد دبلوم التجارة، وبعدها عرف الرقاصة كيتي وكان بيحبها لدرجة انه راح قعد معاها في الشقة سنة 1946. واخته نزيهة اتجوزت من الملازم احمد شفيق، بس مش احمد شفيق اللي في بالكم. ولما زهق رفعت الجمال من كيتي سابها وراح اشتغل محاسب في شركة بترول. وفي 1950 اشتغل محاسب في شركة شحن، ولف معاهم العالم كله لحد ما راح ليفربول في انجلترا. واول ما نزل اتعرف على بنت كبير عمال المينا. مش بيضيع وقت برضه رفعت الجمال ده. طبعا رفعت مرجعش مع الشحنة عشان عمل حوار انه تعبان عشان يقعد مع جودي. بس بعدها بشوية رجع مصر ولقى نفسه قاعد لوحده. راح واخد بعضه وطالع على فرنسا واشتغل شغلانة استغفر الله العظيم يا رب، يعني هو انه يقضي اخر الليل مع الستات وياخد فلوس كمان. وعمل من الموضوع ده شويه فلوس حلوين، واخد الفلوس وطلع على ليفربول عند جودي اللي هي كانت بنت كبير العمال، وساعدته فعلا لحد ما اشتغل في شركه سياحه على قد كده. وبذكاء وشطاره رفعت الجمال قدر في وقت قليل ان هو يكبر الشركه دي. وقعد شويه يسافر هنا وهنا وشويه دول لحد ما سافر المانيا. قابل بنت هناك وقضي معاها ليله، وصحي الصبح لقي الكارثه. ايه الكارثه؟ ان هي سرقت الباسبور بتاعه. وايه المشكله لما الباسبور بتاعه يتسرق؟ ما كده كده هيعمل بدل فائد. هقول لك لا، ده في المانيا اللي كان بيتسرق باسبوره ما كانش بيصدقوه، ما كانش بيعملوا بدل فائد، لان في الوقت ده النازيين كانوا بيشتروا الباسبوردات الاجنبيه عشان يهربوا من المحاكمات وهم ماشيين. ورجع مصر سنه 1951 ومرضوش يدوله باسبور جديد تاني. شكل كده جوازات السفر في الوقت ده كان بيطلع مصلحه منها حلوه قوي. بس راح رفعت الجمال زور باسبور سويسري وعمل فيها اجنبي لحد ثورة يوليو. وراح مزور باسبور تاني باسم واحد اسمه دانيال، وراح طالع على ليبيا وعشان يهرب من ليبيا على بره. طبعا كان معاه تحويشة عمره وهي شيكات ب 12,000 دولار باسم طبعا رفعت الجمال. وهو ماشي لقي دورية انجليزي قدام طبعا ورقه بكل ثقة. بس من حظه ان الضابط اخد باله من الشيكات، والضابط سأله طبعا بتاع مين الشيكات دي. لو قال له طبعا انها بتاعتي هيثبت ان هو مزور وكذاب. لو قال له انها مش بتاعتي هيثبت ان هو حرامي. وطبعا عمنا رفعت اتزنق في الكلام ورحلوه على مصر. اول ما رجع على مصر قابل ضابط اسمه حسن حسني. طبعا حسن حسني مش اللي في دماغكم، ده ضابط بجد. وقال له انت كده مفيش قدامك غير حلين، مفيش تالت. قال له لا اما تتسجن بقضايا التزوير الكتيره اللي عندك، لا اما تحط ايدك في ايدينا وتساعدنا وتعمل اللي احنا عايزينه. وساعتها اعتبر نفسك ان انت ما عندكش ولا قضية ولا اي حاجة والماضي بتاعك اتمسح. طبعا من غير اي تردد وافق رفعت الجمال. فقال له احنا هنحطك وسط اليهود اللي موجودين في مصر عشان تكشف لنا شبكة تهريب الاموال. اصل نسيت اقول لكم ان سنة 1956 لما جمال عبد الناصر قرر ان هو يطرد اليهود من مصر، قال له احنا هنمشي كده وخلاص، احنا نهرب فلوسنا. طبعا فلوسهم كانت يعتبر ماسكه اقتصاد البلد. المهم بعدها رفعت الجمال بقى اسمه جاك بيتون، وعنده شهاده ميلاد وعنده باسبور وكل رسم طبعا ممضي. شغلوه في شركه تامينات في اسكندريه في منطقه كلها يهود، وصاحبهم متعرف عليهم وبقى قريب منهم جدا لحد ما اكتشف الشبكه بتاع تهريب الاموال من غير ما اي حد يشك فيه ولو لحظه واحده بس. وفي سنه 1954 اتفقت مصر وانجلترا ان هم يمشوا الاسرائيليين من القناه. طبعا اسرائيل اتقمصت وزعلت وراحت عامله الوحده 131. والوحده دي طبعا ليه؟ عشان تحارب معسكرات انجلترا في القناه. وطبعا اخدوا جاك بيتون معاهم في الوحده دي. وقبل ما العمليه دي تتم بيوم واحد بس رفعت الجمال عطى كل تفاصيل القضيه للمخابرات وقبض على كل اعضاء الوحده، وطبعا من ضمنهم جاك كده عشان محدش يحس بحاجه. والموضوع ده طبعا كبر وعمل قلبان في اسرائيل لدرجه ان وزير الدفاع الاسرائيلي قدم استقالته. وبسبب العملية دي مصر أسست جهاز المخابرات السرية جوه إسرائيل بقيادة زكريا محي الدين. وجاك طبعا أخد براءة وقالوا إن هو عمل مشاركة خفافي كده. وبالنسبة لليهود طبعا كان بطل من أبطال الوحدة 131. طبعا كانوا عاوزين رفعت الجمال يسافر إسرائيل
عشان هينفعهم طبعا هناك، بس ما كانش موافق في الاول. بس على مين؟ دول المخابرات المصرية برضو يا عم جاك. وخرج من مصر بالفعل سنة 1956 وركب على المركب اللي كانت هتروح ايطاليا. وطبعا مين اللي اخد خبر؟ اسرائيل. بعتوله طبعا 2 من الموساد، قالوا له انت مكانك في اسرائيل. وطبعا نزل على اليونان، ومن اليونان لاسرائيل، ومن هنا بقى بدأ الاكشن. ووصل جاك اسرائيل فعلا، وعمل شركة سياحة صغيرة كده عشان يسافر براحته. وطبعا لانه شاطر وذكي قدر يكبر الشركة دي بسرعة، وبقى من اكبر الشخصيات هناك في اسرائيل. وفي سنة 1956 جمال عبد الناصر يأمم القناة، وان شاء الله هعمل لكم حلقة عن تأميم قناة السويس. فرفعت الجمال حس ان في حركة مريبة كده حواليه في اسرائيل، فسأل واحد صاحبه من كبار الشخصيات هناك، قال له وايه اللي بيحصل بالظبط؟ قال له اصل احنا هنضرب مصر مع انجلترا وفرنسا. وطبعا راح على ميلانو بسرعة وقال لظابط الاتصالات المسؤول عنه ان هم هيضربوا مصر، بس الظابط ما كانش مصدقه وقتها. حد هيجي يقول لي ده كده العدوان الثلاثي المفاجئ؟ ما كانش مفاجئ. اقول لك لا، ما كانش مفاجئ، بس احنا ما كانش عندنا سلاح نحارب بيه كل ده. طبعا دول 3 جيوش. في سنة 1959 يسرب رفعت الجمال معلومات عن المفاعل النووي اللي بتعمله اسرائيل، وقال لمصر طبعا، ومصر وقتها فضحتهم في دول العالم، وقالوا له لو المشروع ده كمل احنا هنشتري المفاعل النووي من الاتحاد السوفيتي جاهز. وفعلا وقتها المشروع وقف. وتيجي سنة 1963 يقرر رفعت الجمال ان هو يبطل الجاسوسية، ومع اصراره المخابرات المصرية وافقت على الكلام ده. بس من هنا ياخد الصدمة. ايه الصدمة؟ قالوا له ان انت مش هينفع تنزل مصر خالص. قال لهم طب ازاي؟ احنا ما كناش متفقين على كده. قالوا له نزولك مصر معناه موتك، يعني هيقتلوك بمعنى اصح. ورضي رفعت الجمال بالواقع اللي اتفرض عليه، وبعد 4 شهور اتعرف على واحدة ألمانية وحبوا بعض جدا واتجوزوا في اكتوبر 1963. وهي كانت مطلقة وعندها بنت وكتبها جاك باسمه. وبقى عايشين بين اسرائيل والمانيا كده شوية وكده شوية، لحد ما عرف ان مراته حامل في ولد. قال لا انا مش هخلي ابني يتولد هنا. وراحوا ماشيين على المانيا وقعدوا هناك فترة لحد ما ولدت، وخلفت ولد وسموه دانيال، واخد الجنسية المسيحية وطبعا احسن من اليهودية. فضل رفعت الجمال كل فترة يروح اسرائيل بحكم علاقاته اللي هناك، وطبعا انه عارف شخصيات كبيرة ومهمة هناك كانت بيجيله معلومات على طبق من ذهب. وبرضه كان بيروح يقولها لمصر، وقال لهم على صفقة السلاح اللي اسرائيل عاملاها مع الالمان، وما كانش مصدقينه طبعا، واتفاجئوا بالسلاح في النكسة. وفي ابريل 1967 عرف ان اسرائيل بتصور كل مطارات مصر الحربية وبتعمل منها نموذج مصغر وبتتدرب على قصفها. وراح قال لمصر الكلام ده، وطبعا مصر برضه ما صدقتهوش. قال والله انا ما اقول لكم على حاجة تاني، والنتيجة طبعا كانت النكسة. وفي سنة 1973 عرف جاك انهم هيضربوا مصر تاني، وعرف شوية معلومات تانية وقالهم لمصر. وعلى اساس المعلومات دي طبعا اتبنت الضربة الجوية الاولى لمصر. وكان حلم رفعت الجمال ان هو ينزل مصر، ومش فارق معاه ينزل بأنهي شخصية، جاك ولا رفعت الجمال. وفي سنة 1977 أسس رفعت شركة ايجيبتكو للبترول، وكان مشارك أخوه لبيب، وكان مشغل معاه أولاد سامي أخوه. وأنور السادات بنفسه أمر بتسهيلات أي إجراءات هو يحتاجها رفعت الجمال، ودي طبعا كانت أقل حاجة يعملوها معاه بعد الخدمة اللي هو عملها معاهم دي. سنة 1981 اكتشف رفعت الجمال إنه عنده سرطان الرئة وفي حالة متأخرة جدا. وبعد 9 شهور اتوفى رفعت الجمال في 3 يناير 1982، ووصى ان هو ما يدفنش في مقابر اسرائيل طبعا او يدفن وسطيهم. وكتب قصة حياته دي في مذكرات في السر عشان بعد ما يموت يعتذر لمراته على اللي حصل ده، واعطاه للمحامي بتاعه، وقال للمحامي ما تديهاش لمراتي غير بعد ما وفاتي ب3 سنين. بس اتجوزت ايهاب نافع في ابريل 1982 بعد وفاته ب4 شهور بس تقريبا، واسلمت هي وابنها في 1989، وكمان عملوا عمرة. وابنه كان عاوز ياخد الجنسية المصرية بس الحكومة مرضيتش، وقالت ان رفعت الجمال كان عنده الغدة النخامية واهمالها بيؤدي الى العقم، ورفعت الجمال كان مهمل جدا في صحته، فبالتالي ان هو عقيم. بس ده ما كانش السبب الحقيقي. السبب ان الحكومة خافت تديله الجنسية لانه يطلب تعويضات بالملايين بعد ما ياخد الجنسية بحجة الالام النفسية اللي اتسببت له. بس باين كده ان هي فعلا كانت موجودة، واتكلموا ان هم عاوزين ياخدوا جزء من ايرادات مسلسل رأفت الهجان. والمذكرات اللي هو كان كاتبها دي بينت حقيقة كذب شارون اللي هو قال ده عميل مزدوج
وانا كنت ببقى جنبه في كل المكالمات اللي هو بيتصل بيها على مصر. وبننهي الفيديو بتاعنا وبنقول ان رفعت الجمال ما كانش عميل مزدوج ولا حاجة، وكل ولاؤه كان لمصر. والفيديو بتاعنا خلص، وبكده عرفنا ايه الحكاية. وكان معكم حسن الخولي.